السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم يا البنات في قناة جوهر الطبخ. نرحب بكل مشتركات القناة. جيت اليوم جبت لكم طاجين العسل، طبق تقليدي جزائري قسنطيني يعرفوه من الزمان، هو طبق الهمة والشان. وبما انه بدا العد تنازل شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والمغفرة، لهذا جبت لكم هذه الوصفة باش ديروها في رمضان، لانه طبق يبدأ به رمضان. 3 كيلات مكسرات، هي كيلة لوز، كيلة جوز، كيلة بيستاش، بكيلة سكر، كيلة لوز، كيلة جوز، وكيلة بيستاش، ونحطو الكيلة السكر. نخلطو المقادير مع بعضاهم. من بعد يا البنات نحكمو صفا البيض، نحطوه في وحدة الخليط ونخلطو، وانتوما ديروا حسب الكميه اللي درتوها، صبوا العظم وشوفوا صفا البيض، لكن كفاكم هكا ديروا كفاكم، زيدوا البيض. من بعد ما بليتها بصفا البيض هاني قاعده نلم فيها هكا حتى تولي متماسكه كيما هكا. هنا بدينا نقصو في العجينه تاع طاجين العسل. البنات بديت نطبع فيهم كيما هكا بالطابع. البنات قاعده نكمل نطبع فيهم باش نخلص الكميه بكل. هني البنات خلصت الكميه بكل تاع طاجين العسل، دوكا نحطهم في البياض البيض ونقليهم. هني البنات نهزو بالحبه ونحطوها في بياض البيض كيما هكا، نحطو نقليوها. هني البنات حطيتهم يتقلاو كيما هكا في المقله. البنات بعد ما قليتهم القليه الاولى نحكم بالحبه نمسحهم باش نحي زياده العظام. نمسحوهم يا البنات كيما هكا باش نحيو زياده العظام. هيا البنات بعد ما خلصت مسحتهم نعاود نحطهم في البياض البيض باش نقليهم المره الثانيه كيما هكا. نقطعوهم مليح من البيض باش كي نقليهم ما يبانش البيض في واحد. البنات حطيناهم يتقليو المره الثانيه. هنا بعد ما قليناهم المره الثانيه نزيدو نمسحوهم، ونتم هنا نكونوا خلصنا. نمسحوهم كيما هكا باش نحيو زياده العظام. هنا بعد ما مسحتهم هذا هو الشكل النهائي. دوكا نخليهم يبردوا بعد نحطهم في البورتمونجي ونخبيهم. وما تنساوش ديروا الابوني والجيم وتشاركوا الفيديو. محبباتكم.